وصفه ديال الدجاج مقرمش رائع بمذاق السمك غادي يجيكم ولا اروع. غناخذوا شويه ديال الثومه واحد 3 ضريسات، واحد 2 معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس، معلقه تحميره، نص معلقه الابزار، معلقه الكمون صغيره، شويه سودانيه، شويه ديال السكنجبير، عصره ديال الحامض او شويه ديال الخل ومليحه. وهنايا الشرموله ديالنا كتكون موجوده. كنزيدوا على هذاك الدجاج ديالنا من بعد ما غسلناه بالملحه والخل بيان سور. كنخلطوا الكل جيدا ومن بعد كنزيدوا الطحين. الطحين هو اللي كيتحكم لينا في القرمشه ديالنا. كنزيدوا معاه شويه ديال الخماره، يعني تقريبا خماره وحده اولا ما كاملاش، ما كاينش مشكل، اللي موجوده من نصف خماره حتى الخماره ما كاينش مشكل. هنايا كنعجنوها مزيان، خاصه داك الدجاج ديالنا يعطينا التعليكه ويجينا في يدينا معلك. ما عندي حتى شي حل من غير انني نشمعو مزيان بيديا نعجنو، لانني خصني ضروري نقيس هذيك التعليكه بيديا باش الا خصها مازال شويه ديال الماء نزيدها شويه ديال الماء بحال الحاله اللي درت دابا. من بعد كنزيد عليها كنزيد الطحين حرش كنحطو وكندوز فيه هذوك الدجاجات ديالي. الطريفات ديال الدجاج ممكن تاخذوهم هكا طوال قصار، المهم واخا تكون عندك غير 300 غرام كتولي تبارك الله ربي كيبارك فيها، كتولي كثيره ما كتعرفيش كيفاش. نفس الخطوات كنستعملهم على ود النجال وكتجيني رائع حتى هو. غادي نشاركو معكم مره واحده اخرى. هكا كنقدموه يا اما في طبيسين هكا كيجي تبارك الله وافي وكثير، او كنقدموه هكا في ساندويشات وبصحه ولايك لايك لايك.